عايزين نعمل ربط ما بين الخزينة والمستخدم. يعني لما انت تعمل الخزينة كده تربطها الى مستخدم معين علشان تبقى دي خزينته هو. هنعملها شكين، الشك الاول واحنا بنصمم الخزنة نفسها، والشك التاني لو احنا صممنا خزنة من غير ما نحدد. ممكن بعد ما اتعملت الخزنة ممكن نعملها تحديد للمستخدم، هتبقى في زر لوحده، هتبقى في زر لوحده. تعال نشوف بقى احنا بايه واحنا بنصمم او واحنا بنعمل اللي هو تصميم الخزنة دوت او انشاء الخزنة. هنعمل تحديد للمستخدم. هناخد نسخة من دي ونكتب ايه تخصيص مستخدم، تخصيص لمستخدم، تخصيص الى مستخدم. فهناخد برضك نسخة من دي وهنطلعها سنة كده ونعملها نظام كومبو بوكس. وهنيجي هنا هنقول دوت مش نوع اي حاجة خالص، ده حاليا مش منضم بس لازم ننضمه. هنشوف الاول ده منضم ولا مش منضم. مش منضم، واخر ده مش منضم، مش مشكلة، مش هنخليه منضم برضه. بس قبل اي شيء طبعا هناخد البوينتر دي ونعملها عشان توسطيط، عملت وسطنة. هننزل الكلمة دي سنة شوية تحت، عايزين نشوف دوت ما يكونش رقم الفورمات. نشوف الفورمات بتاعه، هنشيلها خالص، هنعمل واحدة جديدة خالص، نوع تكست، وهناخد ديت ونعملها زيها بالظبط. كنترول يعني نعمل بالضغط على كليك يمين ونخش على كومبو بوكس عشان نعمل الشريط ده. كده جاهز ان احنا نعمله تخصيص للمستخدم. طب تخصيص مستخدم يعني فين المستخدمين هنا؟ تعال ندور كده على المستخدمين اللي هنا. ايوه هم دول المستخدمين. لا هو ده اللي هو تيبل 1. تيبل 1 لوكها كان عملاء تقريبا، عملاء بقى ولا ايه؟ قسم الموردين. يا عملاء يا عميل يا مورد ساعتها لما دخلت. ماشي، هنا هيبقى تيبل 1. هنخش هنا على التيبل 1 ونشوف تيبل 1 ده في الاسم هنا فيلد 1 الاسم هنا فيلد 1. هنيجي هنا عند فيلد 1 هنخش على رو سورس وننزل اللي هي تيبل 1 ده فيلد 1 كده نزل معانا. نزل معانا مجموعة اسماء زي ما انتم شايفين كده، ده كل المستخدمين عندنا. وانت بتصمم خزنة يبقى ايه؟ حدد المستخدم هيبقى مسؤول عليه، المسؤول تخصيص. ممكن نزود كلمة هنا، تخصيص المسؤول، تخصيص مسؤول المخزن، تخصيص مسؤول
مسؤول، تخصيص مسؤول إلى مستخدم. ماشي، كلمة مسؤول ديت يعني هو المسؤول عن الخزنة دي، ما ينفعش بقى اتنين شركاء في خزنة واحدة، ما ينفعش، هو واحد بس. ماشي. واحنا بنعمل الإنشاء هنضم معاه في نفس البيانات، هيسمع في حاجتين، في الخزنة من المسؤول، وفي نفس الوقت من المستخدم ماسك أنهي خزنة. هنيجي هنا عند الحفظ وتشوف البيانات الحفظ، هو الكلام ده بيودي إلى إيه؟ على الخزينة. خلاص، هنكتب خزينة، هنخش على الجدول اللي اسمه الخزينة، هي دي، وهنعمل هنا المسؤول. مسؤول. خلاص، هناخد كلمة مسؤول دي ونوديها مع البيانات، وناخد دوت اللي هو التكست بوكس اللي هو المكتوب فيه المسؤول، ناخد ده اللي هو قلنا هنا المعيار ده مهم قوي، وحددنا اللي هو الحرفين دولت الخاص بالخزينة. ماشي، هو قال لك افتح نيو، يعني افتح جدول جديد. الحقل اللي هو اسمه المسؤول ده مع اخواته يعني هيساوي مي دوت ايه بقى، اللي هو التكست 27. اسم الخزينة خزينة أي صيدلية، خزينة الصيدلية، الرصيد بتاعها 105. المسؤول سامي. ماشي، معرفش بقى التاريخ دي ينفعها ولا منفعهاش، هنشوف بس رقم إضافة الخزينة، وهنا اتضافت معانا سامي. أنا بقى عايز لما أجي أخش عند سامي، طبعا هنا الرصيد الافتراحي بتاعها 105، لما اخش عند سامي يجيب لي رصيد افتتاحي، بس هنا الرصيد الافتتاحي بتاع الخزنة، بس هتبقى مؤقتة. ليه مؤقتة؟ لأن في هنا حركة مخازن، بعد كده فيها شجرة مخازن، هنا مجرد ما اخش عند سامي يبقى الرصيد الافتتاحي هنعرف الأول اليوزر نيم والباسورد، مش عارف فين سامي الباسورد بتاع 1. احنا كده دخلنا عند سامي. ماشي، مش هنقول بقى ترحيب سامي والكلام ده، انا عايز اقول هنا رصيد الخزنه بتاعته كام، رصيد خزنته كام في الحته دي. فهنا هنخش عند الخزينه وهنعمل استعلام من الخزينه دي، وهننزل كله مره اخرى. كده عملنا الاستعلام. هنا المسؤول الجزء ده هو اللي يتم عليه فلترة من دخول أول مرة، ده الجزء الأولاني.
كده يعني ناخد بالنا من كويري 3. عند اسم المستخدم طبعا هو بيوديني لفين؟ هنا بيوديني عند فورم، بس اسم الفورم ايه هنا؟ فورم 1 لا فورم 5. خلاص احنا هنخش عند 5 وهنقول كالآتي: تكست بوكس اللي جاي ده، لا 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 ثواني بس نوصل نعرف هو بيوصل لأني فورم. 2 فورم 2. هننشئ هنا تكست بوكس. تكست بوكس ده بس التكست بوكس مش هيتشاف يعني. التكست بوكس ده هو اللي هيشوف الكلام اللي اتكتب هنا ينقله في الايه في التكست بوكس دوت، ومنها من خلال ده هيتعمل تصفية على الايه الخزينة.